السلام عليكم. غير بغيت نتكلم فيما يخص كأس افريقيا اللي منظمها كوت ديفوار. يعني منتخبات كبيره تعطرت، ولكن هذا يعني ديما كنقول انايا المنتخبات الكبيره تتعطر يعني تمرض ولا تموت. انا الموضوع اللي بنتكلم فيه بخصوص هي ما يقع حاليا ما بين مثلا الجزائر والمغرب، سيرتو على بعض اصحاب الفتان وبعض الفيسبوكيين اللي كيترزقوا هذه الطريقه ديالهم بهذا الفتان. كنقول الله يهديكم. خليو الكره كره والسياسه سياسه. اهل السياسه خلوهم بوحدهم، الله يسر لهم امور وبين ان شاء الله المية ترجع لمجاريها. اما كره كتبقى كره. يعني في كاس افريقيا عندك في رجلك مستعد ذهنيا صحيا نفسانيا. بين ليا واللي دلكو كنقول له هنيئا له بصحته. انا كنبغي الخير جميع العرب، يعني جميع دول شمال افريقيا من مصر حتى لموريتانيا اللي داها الله يسر له الامور. اما بالنسبه مغربي شوقر جزائري وجزائري شوقر مغربي على ود جلده منفوخه، الله يهديهم وصافي. وحتى هذه المساله كطاح في المدرب ديال تنزانيا اللي هو السيد عمروش، وبكل صراحه اللي يعني هبط المستوى بزاف. بدا كينطلق الاتحاد المغربي والسيد القجاع يعني كنقول ليه لا يحاول ما امكن يركز شويه على الكره وعلى المنتخب ديالو ويواجه المنتخب المغربي واحد. يعني واجهوا بالكره ماشي بانتقادات، يعني بحال كتفرج من تنهزم والعذر ديالك هو هذاك. لهذا انا كنتمنى بكل صراحه من الاطار الاداري والفني وعلى راسهم السيد الركراكي يركز على المنتخب. الحمد لله هو راه اهل مكه ادرى بشعبها ما غاديش نوريه، ولكن كما نخلوا بعض الناس خليه يمشوا ماتش بماتش. الانسان ما يحركش المراحل، دومي فينال ولا فينال ما يحركش المراحل، يمشي ماتش بماتش. هذه راه افريقيا، هذا غير افريقيا. راه الجو ماشي جو، الملاعب ماشي ملاعب، الحكام ماشي هما دوك، الاناره ما كايناش. بزاف د الحوايج تغذيه بالعامل النفسي عامل بزاف د الحوايج بزاف د الحوايج. لهذا كنتمنى التوفيق ان شاء الله للمنتخب المغربي، ويفكرنا في امجاد ديال قطر خصنا ننسوها ولكن تبقى امجاد. هذاك تاريخ يسطر، وان شاء الله كنتمنى يجيبوا الكاس من تمايا. وفي هذا الاطار كاينه حتى كاس اسيا اللي منظمها قطر، اللي هو اطار الفني السيد عموته اللي كيشرف على منتخب الاردن بحكم هو اطار مغربي. يعني كنتمنى لكم بكل خير بصراحه، لان الا دار شي حاجه مزيانه مع الاردن كيشرف حتى المغرب. لهذا نتمنى خير ان شاء الله. وكنقول اصحاب الفتن الله يهديكم، وكنقول اخواني الجزائريين والمغاربه بعدوا ما هو يفرق، ويديروا شي حاجه اللي غتجمع الشمل بيناتنا. ولهذا الله يصل الامور، ومنتخب الجزائر كيبقى منتخب قوي يعني يمرض ولا يموت. اخواني اعنكم الله.